السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين؟ يا رب تكونوا بألف خير. يا رب بس تبقوا سامعيني كويس. النهاردة الجو درجة الحرارة صعبة جدا. النهاردة أنا بسجل 14/6 2024. خلينا نتكلم أول التاريخ عشان الفيديو ده أرجع له بعد كده إن شاء الله. الفيديو ده النهاردة يا جماعة بجد من الفيديوهات المهمة جدا، وانا وعدتكم ان انا اتكلم في مواضيع كتيرة جدا. انا الفترة اللي فاتت ما كنتش بلحق والله، اسباب كده، ضغط شغل مع حاجات كتيرة جدا، ما كنتش بلحق ان انا اتكلم او اعمل فيديو طويل. بس النهاردة هتكلم في موضوع هينفعكم والله وهيهمكم، وانتوا يعني تحديدا نوعية كبيرة، شريحة كبيرة من الناس بتحب الموضوع اللي زي ده. والموضوع اللي زي ده يا جماعة اللي انا هتكلم فيه النهارده، هتكلم في عيوبه، العيوب بتاعته، وهتكلم في الحاجات اللي بتخلينا نروح للموضوع ده، وهنحاول على قد ما نقدر ننصح الشخص ده او الانسانة دي ان هو يبعد عن العلاقة اللي زي دي. من قيمة اسبوع كده قريت بوست جميل عجبني بصراحة، والموضوع ده انا يعني بيشغلني بقاله فترة، انه الشخص يخش حياتك وبعد كده يخرج. واحد كاتب كده، قال لو شخص دخل حياتك وبعد كده رجع تاني، هل هترضى تسامحه؟ كل الناس كتبت انه انا مش هسامح الشخص ده. ومش كده بس، لا، هم القوا اللوم على صاحب الشخص، قعدوا يقولوا ده هو ما عندوش كرامة، هو انت نفسك ليه سايبها كده والكلام ده. بس انا عاوز اقول حاجة للامانة، يعني الا واحد او اتنين اللي فكر واتكلم في الموضوع ده، يعني تعليق او تعليقين بالظبط. يا جماعة انا عايز اتكلم معاكم بكل صراحة، يعني انتوا اخواتي وهتكلم معاكم بكل صراحة. العلاقات السامة دي اشد ادمانا من الكوكايين ومن المخدرات، وده على مسؤوليتي. انا بقول لك كده، العلاقة السامة ان انت تخرج منها اكتر من المخدرات. لما نيجي نقول لحد، اولا هو الشخص ده هو قال ان انا عاوز اسيب، حطوا خط على ان انا عاوز اسيب العلاقة دي. طالما هو عاوز يسيب العلاقة دي، يبقى هو يا جماعة مخنوق، هو تعبان، هو مش عاوز يكمل، هو قرفان، هو كل يوم بيعمل حظر وبفك الحظر وبيرجع يكلمه تاني ويقول انا مش هكلمه. ولما يجي الليل او يجي الوقت اللي هو كان بيكلمه فيه، يحن او يسمع نغمة معينة او يسمع اغنية معينة او يمشي في طريق او يعمل اي حاجة، بيرجع انه يكلمه. الشخص ده مخنوق. وخلينا نتكلم بصراحة، كلنا يعني بلا استثناء مرينا بحاجات زي دي. ملوش ما انت قاعد حضرتك على الشط برا وهو بيعوم بيغرق، وانت بتقول لا، انت خش مكانه شوف هو بيعاني ازاي، هتعرف ان الموضوع سهل ولا صعب. كلنا يا جماعة لما بنقعد على اريحية كده ونقول ده سهل، ده انا ممكن اسيب فلان. بعيدا عن ان انا ما بتكلمش هنا يا جماعه، يعني بعيدا عن الحرام والحلال انا عاوز يعني احاول على قد ما اقدر ربنا يعيني اقول الكلام اللي حضرتكم عاوزين تسمعوه، مش اللي انا عاوز اقوله، لانه احيانا الواحد بيحب يتكلم ويعمل نفسه ان هو بيفهم. لا، انا عاوز على قد ما اقدر اقول الكلام اللي ربنا يعني يعيني ان انا اعرف اوصله. احنا كلنا بنقول انه احنا نقدر نخرج من العلاقات، لكن لما بنخش العلاقه دي، لا، الموضوع صعب. لا معلش حضرتك، احنا ممكن ناخد 3، في ناس تاخد اكتر من 10، يعني 20 سنة في علاقة مدمرة ما بيعرفش يخرج منها. لا، الموضوع مش صعب. ولما بيحاول ان هو ينسى، سبحان الله، شريط الذكريات والحاجات دي كلها بترجع قدامه ويرجع تاني، بيحصل له زي انتكاس. ومين قال لك حضرتك ان هو ما يعرفش او هي ما تعرفش ان هو يعني سوري، ملوش لازمة اصلا. هي عارفة كده، هو عارف كده، بس هو مش قادر. ما احنا بنتكلم بقى ان هو دي مش قادر.
يعني ما حدش اتكلم في النقطة دي، بعيدا عن التعليقات اللي هي كانت في ايجابية يعني، بس كل التعليقات لمت الشخص. يا جماعة الموضوع مش سهل زي ما انت متخيل، الموضوع مش سهل يعني. الموضوع حاولوا يعني متعدد لا مش متعدد العلاقات، الشخصية مش عارف والله اسميها ايه بصراحة. انا يعني اهل علم النفس بسموها، بس خلينا السمة دي اللي هي بتخرج في حياتك، تخش عليك مرة واحدة، تتعرف عليها مثلا، تحسسك ان انت احسن واحد في الدنيا، تحسسك ان انت ما فيش زيك، تحسسك ان انت الغالي، يطمن عليك، يبعت لك مسج الصبح، يحسسك ان انت كل حياته، فجأة يغيب. في اللحظة دي انت برضو انا عشان يعني اكون منصف، برضو الشخص التاني هو اللي فتح الباب، الشخص التاني هو اللي مخطئ، الشخص التاني اللي عنده اعتمادية عاطفية، وعنده تعلق، وعنده حاجات كتيرة جدا. انا مش بدافع عن الشخص التاني يعني، واحنا كنا من ضمن الاخطاء اللي احنا بنقع فيها في الحاجات دي، بس انا بتكلم اعذر الناس يا جماعة، ما تحاولوش تتعاملوا كأنه هو زرار وهيدوس وهيتخلص من علاقة زي دي. لا، الموضوع صعب، بقول لكم الموضوع بياخد فترة، الموضوع بياخد فترة، واحيانا بتاخد عهد بينك وبين نفسك. مش هرجع اكلمه تاني، مش هرجع اكلمها تاني، اعمل حظر، اعمل بلوك، اقفل التليفون. احيانا بضطر ان انا عايز اغير الشريحه خالص عشان انتهي من الموضوع ده. لو جاره وفي امكانيه ان انا اسيب الشارع بسيبه، بس ده كله امور لا تفيد ولا لا تسمن ولا تغني من جوع يعني، كلها امور لا. الموضوع طويل يا جماعه، الموضوع كبير جدا. اولا انا عايز اقول لحضرتك حاجه، يا ايها الشخص المبتلى بهذا الشخص السام، لازم تعرف حاجات انا هقول لحضرتك عليها ان شاء الله تفيدك يعني. لازم تعرف انه الاشخاص عموما لما بيدخلوا خروجوا في حياتك، اعلم انه في سر كده ربنا عاوز يعلمه لك. لازم تطرق الباب على نفسك. ازاي؟ دي رسالة يا جماعة، احنا لازم نفتش في نفسنا. دخول الاشخاص وخروجها يعني دي، بصوا عشان يعني نكون نتكلم بوضوح، كلامي ده مش منزل يعني، وارد انت تاخد بيه بعد ثانية تقفل التليفون براحتك يعني. كلامي ده مش لازم انت تصدقه، ومش لازم يكون صح، ممكن يكون غلط، بس انا بقول لك اللي انا حاسه والتجارب اللي انا شفتها. كنت بقول ايه؟ اللهم صل عليك. والله انا نسيت كنت بقول ايه. دخول الاشخاص وخروجها دي ممكن تبقى رسالة ربنا عاوز يعرفك بان انت ترجع لنفسك، ترجع لذاتك، تهتم بيها، ما تلتفتش لاي حد. هو مش اي حد اهتم بينا يا جماعة معناه ان احنا نحطه في القائمة، لا. لازم تركز على نفسك، واتكلمت في فيديو ده قبل كده. دي حاجة. الحاجة التانية، لازم تبعد عن اي شيء بيفكرك بيه، بعيدا عن ان انت تعمل حظر والبلوك. لا، انت ممكن تعمل حظر وتفكر، مش بتكلم في الحتة دي. حاول تشغل نفسك. جي وقت الليل بتبقى فاضي فيه، اقعد مع اصحابك، اقفل التليفون او حط التليفون في الشحن، ما تنزلش بيه. والله العظيم وده انا يعني بعد ده من ربنا سبحانه وتعالى بوعدكم بيه، والله دي زوبعة فنجان. الايام يا جماعة كفيلة بانه هي تداوي اي جروح، والله العظيم الايام كفيلة بانه هي تداوي اي جروح. فعلا الايام دول، انت بتشوف الصدمة في الاولى هي بتبقى صعبة بجد، ان انت لما حد انت تكون، للأسف احنا اللي بنعمل في نفسنا كده، بتخش بتعلق، تخش ان انت مش قادر تعيش من غيره، كلها طاقة حرمان، وطاقة ان انت عاوز تسمع صوت، وطاقة ان هو بيهتم بيك. الحاجات دي في الاول اسبوع بتكون صعبة، بس بعد كده والله العظيم بتعدي. صدقني انا بقول لك من اخ لاخته او لاخوه بتعدي. حاول زي ما قلت لحضرتك تبعد عن وقت فراغك بان انت ترجع له، يوم في 2 في 3. لما تلقى نفسك قوي وحيرن عليك، انت لوحدك هتقفل السكة، او انت لوحدك هتكلمه، ولما تكلمه هتكلمه عادي، هو هيستغرب
اللي هو ازيك عامل ايه تمام انت مش باين لي، لا والله انا مشغول ومش عارف ايه. لما تقفل السكه في وشه مفيش حاجه، مفيش لوم اللي انا ليه كلمته كده، مفيش لوم ان انا ارجع له تاني، مفيش لوم ان انا يا اخي ده ممكن، لا. المبررات اللي بتحصل معانا دي ان هو رجع تاني وخلاص والدنيا هترجع يا عم كلنا بنغلط، لا الحاجات دي لا، لان هو اصلا ما ينفعش لينا من الاول، والله بجد لا يصح الا الصحيح. عذرا. هو ما ينفعش لينا من الاول، بس احنا في مبررات كده بنديها لنفسنا. وزي ما قلت لحضرتك اهتم، اشتغل بنفسك، اشتغل عليها، حاول تشغل نفسك في اول 15 يوم بس، هتلقى والله العظيم الدنيا اتظبطت وتصلحت معك. انا يمكن دخل على ال 11 دقيقه، وانتوا زي ما عارفين انا ما بحبش اطول فيديوهاتي، بس اتكلمت في الموضوع ده. وقبل ما افتح الكاميرا انا والله بقول كلام كتير جدا، افتح الكاميرا بس سبحان الله الكلام اتبخر مني. بس يا رب يعني اقدر اكون قلت حاجات اللي، لان انا عانيت وفلان عانى وصديق عانى واشخاص كتيره جدا. الموضوع متعب، ومش لازم يبقى منحصر عن واحد بيحب واحده، لا، بتبقى بيننا وبين الاشخاص اللي احنا بنعرفهم في زمالات العمل في اي حاجه مثلا. الدخول والاشخاص وخروجها دي ده صعب، وعاوز حزم، وعاوز ان انت يكون في اراده كبيره جدا ان انت ما ترجعش الشخصيه دي، لان الشخصيه دي ما تنفعش ان هي ترجع اصلا. بس ولو في اي تصليح او اي تعديل اكتبوا لي في كومنت كده جميل منكم. وانا بصور النهارده تقريبا، النهارده معرفش الرؤيه ظهرت ولا لا، الوقفه. واقول لكم كل سنه وانتم طيبين، وعام سعيد عليكم وعلى الامه الاسلاميه بخير، ويا رب يعني يشفي صدور كل الناس يا رب، وتتعافى من العلاقات دي. واشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.